بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، النهاردة يعتبر بداية الحرارة. النهاردة الحرارة 37 تقريبا، هي دي درجة الحرارة اللي بتبقى موجودة عندنا في الصيف. إن زادت شوية ماشي، ولكن هي دي الدرجة الطبيعية اللي موجودة عندنا في الصيف. ناس كتير بتقول بنخاف من تربية الأرانب في الصيف، وإن احنا بنريح الأرانب في الصيف، والكلام ده كله. الكلام ده كله يا جماعة مش حقيقي. هي المزارع الكبيرة والناس دي بتبطل تربية أرانب في الصيف؟ طبعا لا، كله شغال، ولكن أنا كلامي كله للمربي المبتدئ، المربي الصغير اللي زي حالاتي، اللي مربي في عشة، اللي مربي في أوضة، اللي مربي في بلكونة. أنت خلي ظروفك زي ظروف الناس اللي بتربي في المزارع. إزاي؟ المزارع بتبقى عندها خلايا تبريد، وعندها شفاطات، وعندها حاجات كتير. انت ما عندكش الامكانيات دي كلها. طيب هنعمل ايه؟ الحاجة الوحيدة اللي انا طالبها منك ان انت يبقى عندك في الصيف شفاط زي ده. هتلاحظ الشفاط اهو عليه عنكبوت وكده، لسه حتى النهارده ما شغلتوش، شغال كأن في الشتاء مفيش اي مشكلة. ولكن عشان تبدأ تشتغل في الصيف هنصحك كذا نصيحة، لو مشيت بيهم هتشتغل في الصيف أقل شوية من الشتاء، ولكن هتحافظ على الأرانب بتاعتك وهتبقى كويسة. بص حضرتك، ادي أرنبة اهي، بسم الله ما شاء الله اهي، ادي والدة، ادي خمسة 10 هم، اللهم صل على النبي. هي الأرنبة مريحة، ولو لاحظتوا كل الأرانب عشان درجة الحرارة دي مريحة. يبقى أول نصيحة لك في الصيف في الجو الحر ده، طالما لقيت الأرانب عندك كلها نايمة كده، لا بتاكل ولا بتشرب، اوعى تتعامل مع الأرانب. ما تجيش تبقى أرنبة زي ديا كده نايمة أو في حالها أو مجهدة من الحر وتقول هقشرها، يبقى ده نوع من الجنان، ما ينفعش. اوعى تدي حقن، اوعى تقرب من الارنب طول ما هو في حرارة. احنا دلوقتي الساعة حوالي 3:30، بسجل لك في عز الحر. يبقى حضرتك ما تتعاملش مع الارنب طول فترة الحر دي، ولا تدي حقن ايفوماك ولا الكلام الفارغ ده كله. سيب الارنب نايم في حاله. طيب لو درجة الحرارة حضرتك عدت عن كده بقت 40، كل اللي مطلوب منك ان انت ببخاخة وتحط فيها شوية يود، تحط شوية بتادين، وعايزك ترشلي على الارانب دي بالكامل مية، هتبقى حلوة وزي الفل. وتشغل الشفاط بعد الظهر. واحد يقول لي هشغله الشفاط في الحر، لا، ما هو الشفاط هيجيب لك من بره هوا سخن. الشفاط بنشغله يا جماعة العصر عشان يسحب الحرارة اللي موجودة جوه العشة او جوه البلكونة او جوه اي مكان انت بتربي فيه. دي حاجة نمرة 1. نمرة 2، ادي ارنبة في عز الحر لسه والدة النهاردة اهي، بص حضرتك مريحة ونايمة، وادي الخلفة بتاعتها بسم الله ما شاء الله اهي، والدة حوالي 10 اهم. مفيش اي مشكلة. لو عندك حزمة بقدونس اديها لها، لو عندك جزرايه اديها لها. اوعى تاكل خس او كرنب، هيعمل انتفاخات. البقدونس بيزود اللبن وبيخلي الارنبة كويسة. حضرتك جردل للمية ده، لو الحر شديد كده، انا لسه ما جبتش
فيتامين سي ولا حطيت اي حاجه، لان الحراره النهارده فاجئتني ان هي 36 او 37. طب اعمل ايه؟ في الصيف هننزل يا جماعه في الجردل بتاع الميه فيتامين سي. ما عندكش فيتامين سي هتنزل ليمون، ما عندكش ليمون هتنزل كربوناتو، معلقتين كربوناتو. ده بيساعد الارنب ان هو يتغلب على الاجهاد الحراري. زي ما انت شايف، اوعى تتعامل مع الارنب في الحر ده. اهو بص كده، بسم الله ما شاء الله، الارانب نايمه ومرتاحه ومفيش اي مشكله بالنسبه لي في الصيف. المعلومه المهمه الاهم، ارنبه زي دي، وخد بالك من كلامي، دي ولدت النهارده. انا في الصيف في الشتاء بعشر الارنبه بعد 10 ايام من الولاده. في الصيف الموضوع هيختلف شويه يا جماعه. مجرد ما افطم الارانب هبدا اعشر الارنبه. يعني ايه يا عم عصام الكلام ده؟ يعني الارنبه دي هسيبها كده طالما هي والده النهارده لمده 30 يوم او 35 يوم من غير ما اعشرها. مجرد ما افطم عيالها هبدا اعشر الارنبه. دي معلومه مهمه جدا جدا جدا، لان في ناس كتير بتغلط. الارنبه في الحر ده تبقى والده وهوب يقوم معشر الارنبه. ده اكبر غلط ممكن يحصل. ليه غلط ان هو دون يحصل؟ لان الارنبه هترضع ولا هتاكل لنفسها ولا هتبدا تاكل عشان الجنين اللي في بطنها، هيحصل لها اجهاد. اهي بص حضرتك اهو، عودين بقدونس اي حاجه، ارنبه اهي والده بقالها كام يوم. بص كده اهو في عز الحر، عشان واحد يقول لي ما بنشتغلش في الصيف. اهم ما شاء الله، اهم 9 ارانب وكويسين وعايشين. يبقى دي المعلومات اللي تخليك تشتغل في الصيف. نصيحة تانية، اوعى لما تلاقي الجو حر كده في الأوضة عندك أو في العش أو في أي مكان، اوعى ترش مية على الجدران. انت لو رشيت مية على الجدران، المية دي هتتحول لبخار مية، هتعمل إجهاد للأرانب وهتخنق الأرانب. يبقى ما تعملش ناصح وتقول ده أنا هلطف الجو وهبرد الجو. لا، ده انت هتتفاجئ انك مجرد ما رشيت ميه هتلاقي الحر زاد. مش زي عندنا في الشارع ترش عشان يرطب الشارع مكان مفتوح، انما عندك هنا مكان مقفول، فممنوع ممنوع ممنوع ان انت ترش الجدران او ترش اي حاجه بالميه. عايز ترش ببخاخه وترش الارانب. زي ما انت شايف كده اهي الارانب نايمه وزي ما بيقولوا متقنيصه ومية مية. وادي العيال هم الصغيرين مستحملين درجه الحراره. اعمل اللي انا قلت لك عليه ده واشتغل في الصيف زي الشتاء. نصيحه مني، ما تخافش، ربي وابدأ. الفيديو اللي جاي ان شاء الله فيه مفاجأة كبيرة جدا 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 لكم ان شاء الله، هعمله قريب بإذنك يا رب. وكل سنة وانتم طيبين، بداية فصل الصيف. اشتغل وربنا ان شاء الله هيوفقك. وإلى لقاء قادم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.